يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو. النهارده معانا تركاية بسيطة كده ممكن تكون بتواجه الناس او مشكلة تكون بتواجه الناس. حبيت اوضحها يعني في فيديو سريع كده. ناس كتير مننا بتشتكي لو بتشغل فيديو من عن طريق الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي، الصوت ما بيبقاش زي ما احنا بنشتغل بيه او بنشغله لو اغاني موجودة على فلاشة او موجودة على العربية ذات نفسها. فخلينا نعمل تجربة كده بسيطة. بالنسبة للتشغيل، أنا مثلا ده صوت العربية. الوصول وأقول بس هصبر، يمكن زي ما احنا شايفين كده الصوت قوي، ويعني صوت عالي. تمام، ده تشغيل من الموبايل من الشاشة ذات نفسها او من الاغاني اللي موجودة على الشاشة. طيب، في نقطة بقى، لو احنا وصلنا الاندرويد اوتو وجينا نشغل اغاني منه. انا مثلا دلوقتي بشغل من ابلكيشن انغامي، هنلاقي الصوت. انا مش عارف انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس هو الصوت اقل بكتير جدا من الصوت اللي كان في العربية. طيب، النقطة دي ايه سببها؟ سببها ان ابلكيشن انغامي موجود لي في الاعدادات اوكلايزر. يعني انا لو دخلت كده هنا ودخلت على الميوزك ودخلت على اوكلايزر، هلاقي الاوكلايزر هنا معمول اون شغال. فبالتالي لما باجي اشغل اغنية الصوت بيبقى ضعيف. طيب بص، لو جينا هنا ولغينا الاوبشن بتاع، انا مش عارف انتم ملاحظين الفرق ولا لا، او الصوت طالع في الكاميرا ولا لا، بس ده حاجة كانت انا مش واخد بالي منها. هو مش انغامي بس، معظم برامج الاغاني لو احنا بنستخدم حاجه اونلاين بيبقى فيها الاوبشن ده. فطبعا بنحتاج ان احنا نفصله علشان نقدر نتحكم بالدي اس بي الموجود في الشاشه ذات نفسه، يبقى الاعدادات اللي موجوده من الشاشه مش من الابلكيشن اللي موجود، او نعدل طبعا الاوكلايزر على الابلكيشن. بس طبعا عشان ناخد كفاءه الصوت اللي موجوده في الشاشه، الافضل ان احنا نقفل الاوكلايزر بتاع الابلكيشن ونشغل الدي اس بي بتاع الشاشه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو استفدت بمعلومة جديدة يا ريت تعمل لي لايك للفيديو لو الفيديو عجبك يعني. ولو في اي كومنت او في اي حاجة محتاجين اوضحها او اي سؤال او حاجة، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. ولو اول مرة تتفرج على القناة يا ريت تعمل اشتراك للقناة. شكرا.